دخل سانجوك إلى المنزل ليأخذ شين، ولكنه صدم عند رؤيته كبير التجار، وعرف أن دايونج تكون ابنته، فنظر إليه وقال: ألم تتذكرني جوميونج؟ ألا تعرفني؟ أنا سانجوك، سايس الخيل الذي قبض عليه ظلما هو وأبيه منذ سنتين بتهمة تهريب الكبريت، ألا تذكر ذلك؟ فأراد الحراس أن يخرجوه، لكن جوميونج قال: اتركوه، لقد تذكرتك، أنت من سببت لنا المشاكل عندما قمت بتهريب الكبريت. فقال سانجوك: كيف تكذب؟ والكبريت كان لك، وأنت من أمرنا بنقله، وإنك تملك تصريح بهذا. فقال جوميونج: أنا لم أمرك بهذا. فغضب سانجوك بشدة وقال له: أنا سوف أنتقم منك مهما كلفني الأمر، لن أسامحك أبدا، لقد كنت السبب في إعدام أبي ظلما. انتظر وسترى ماذا سوف أفعل بك. سأجعلك تخسر كل تجارتك، سوف أجعلك تتوسل لي لأغفر لك. انتظر وسترى ماذا سوف أفعل بك. سأجعلك تخسر كل تجارتك، سوف أجعلك تتوسل لي لأغفر لك فوق قبر أبي، وهذا وعد مني، وسترى. وأخذ شيين وخرج، فقال بوكيتا: ماذا حدث في الداخل؟ فسكتت شيين. ومشى سانجوك يفكر في كلام راعي المعبد عندما قال له: ستعيش حياتك وحولك 1000 سيف، يجب عليك مواجهتهم جميعا، يجب ألا تنساق إلى غضبك وحقدك. فقال سانجوك لنفسه: ماذا علي أن أفعل؟ يزداد حقدي وغضبي كلما رأيت هذا الشخص، ماذا أفعل؟ في الصباح ذهب للعمل في متجر النحاس، وكان يقوم بتلميع جميع الأواني. كان جونج جو يأكل، فدخلت عليه زوجته وابنته، الذي ساعدهم سانجوك في إرسال الأواني النحاسية إلى المعبد. فسألته ابنته عن شيسو، والذي يعتبر خطيبها، فقال لها: والدها لقد ذهب للتجارة. فقالت لها أمها: هل تفتقديه؟ فضحكت البنت. وفجأة دخل عليهم شيسو، وقامت الأم وابنتها بالمغادرة. فقال لها جونج جو: قل لي ما الأخبار، هل استطعت بيع النحاس في القرية التي ذهب إليها سانجوك؟ فقال: نعم، عند وصولي وجدت أنهم فعلا يستخدمون الفخار، ولقد عرفت أنهم مشهورون بإنتاج القطن، فعرضت عليهم أخذ القطن مقابل النحاس، وقمت بعمل مقايضة مع كل البيوت هناك، وأخذت القطن وقمت ببيعه في القرى المجاورة، وبعته بسعر أفضل من الأواني النحاسية، ولهذا سوف تزدهر تجارتنا في هذه القرى. فقال لها جونج جو: لقد أحسنت فعلا. ذهب مساعد سامبو يسأل سانجوك: أليست فكرتك نفس فكرة شيسو؟ فقال: لا، هو استطاع توزيع النحاس على كل القرية، وأنا بعتها لشخص واحد فقط، لقد كانت لديه نظرة مستقبلية في تجارة النحاس. ودخل شيسو لسانجوك وقال: أنا لم أكن أقلل من شأنك أبدا، كان بيعك للنحاس مدهشا، وهذا يدل على ذكائك، وأعتقد أنك سوف تكون تاجر ماهر في المستقبل. ورأى بيده كتاب يكتب به بعض الأشياء، فسأله: ما هذا؟ فقال سانجوك: إنه يقوم بتجميع جميع المعلومات عن التجار الذين يشترون منهم النحاس. فقال له شيسو: من أمرك بفعل هذا؟ فقال: لا أحد، أعتقد أن هذه المعلومات سوف تفيدنا في المستقبل. فقال شيسو: هل يمكنني الاحتفاظ به؟ فقال: نعم. وعند دخول مساعد جونج جو عليه، اعتقد أن شيسو هو من كتب هذه المعلومات، فسكت شيسو ولم يقول أن سانجوك هو من فعلها، ونسب الفضل لنفسه. جاء بوكيتا بسرعة إلى سانجوك وقال له: لقد وجدنا أختك، إنها تعمل في أحد المقاهي الليلية. فذهب إليها سانجوك بسرعة ووجدها هناك فعلا، وعندما رآها نادى عليها: سانجي سانجي. فقالت: أخي، أنت هنا؟ ولكن الرجل الذي كان معها قال: هذه الفتاة تخصني. فدفعه سانجوك على الأرض، وأراد أن يأخذ أخته، فقال له صاحب المقهى: كل الفتيات هنا ملكي، أنا لقد دفعت ثمنهم جميعا. وقام حراسه بضرب سانجوك وأصدقائه، وقال له: إذا كنت تريد أختك أحضر لي 50 قطعة وخذها.
فذهب بسرعة إلى التاجر سامبو وقال له: سوف أجعلك تحصل على مصدر النحاسيات في بيونجان. بيونجيان هي المنطقة التي يسيطر عليها جوميونج كبير التجار. لكن سامبو رفض وقال: أنا لا أثق بك. وذهب إلى أمه ووجدها تدعي لكي تعود أخته، وكان يريد أن يكون لها مكان أخته لكنه سكت، وظل يفكر من أين يحصل على النقود لتخليص أخته من هذا الرجل. في الصباح ذهب للقاء جونج جو لكنه رفض مقابلته، فتذكر كلامه عندما قال له: أنا لن أتعامل معك بشفقة أو رحمة، وسوف أكون قاسيا معك. أريد أن تعتمد على نفسك اعتمادا كلي لتصبح تاجر جيد. يجب أن تطور قدراتك بنفسك. كانت دايونج حزينة جدا على سانجوك، وذهبت إلى أبيها وقالت له: يجب أن تعترف بظلمك لسانجوك ووالده. لكنه غضب عليها وقال لها: هل تريدين تدمير تجارتنا بسبب هذا الشخص؟ وذهبت إلى سانجوك في الليل وقالت له: أنا آسفة عما فعله أبي. فقال لها: لا تعتذر، لا أريد منك الاعتذار، بل أبيك هو من يجب أن يعتذر. ذهب سامبو إلى عمته التي تكون زوجة جونج جو وقال لها إن تجارته مهددة ويريد أن يساعد جونج جو. فذهبت إليه وأخبرته إنه ابن أخيها الوحيد، فغضب عليها وقال إنه مهمل وفاشل وسوف أخذ تجارته منه وسيعمل في تنظيف الأواني فقط. فلم يكن أمامه غير سانجوك وقال له: تعالى نتكلم. وقال له: ماذا كنت تريد أن تفعل في تجارة النحاس وكيف سوف أكسب منها؟ فقال له سانجوك: لقد عملت في متجر سميث وعرفت كيف يتم صناعة النحاس، حيث يصهر القصدير مع النحاس حتى يصبح الإناء أكثر صلابة، والقصدير يتم استيراده من الصين ويكون متجر سميث بشرائه بالكامل. فلماذا لا تشتري أنت القصدير؟ فقال سامبو: وهل يتركوني تجار متجر سميث أشتري القصدير؟ فقال له: يجب أن تجازف لتصل لمرادك. في نفس الوقت استطاع كبير التجار جوميونج شراء متجر سميث، وسمع سامبو كلام سانجوك واشترى كميات القصدير للتجارة بها. جلس جونج جو يسأل مساعده عن شيسو هل يصلح ليكون مكانه وأن يصبح زوج ابنته. فقال له المساعد إنه ذكي وهادئ وتاجر جيد جدا. فقال له: لا أعرف عنه بعض الأشياء ولا أعرف شخصيته، ولكن أن يكون زوج ابنتي هذا أمر صعب جدا. فسمعه شيسو وذهب إلى مقهى ليلي وجلس مع امرأة وقالت: ماذا بك سيدي؟ فقال لا، إن الجميع يروني إني مجرد عامل مساعد لهم، ولكني سوف أصبح كبيرهم وسوف أصبح الأقوى ولن أتهاون معهم في أي شيء. هل ستنجح فكرة سانجوك في بيع القصدير أم لا؟ انتظروني الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أحبكم في الله.